السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم مخمر في الفران. فايت لي البنات درتو في القناه دابا تقريبا شي عامين هكاك باش درتو، واليوم قلت غنشاركو معكم لانه فعلا تستحق التجربه في هذا رمضان. هذا شي حاجه اللي هي زوينه بزاف. مهم نبداو على بركه الله. عندي البنات هنايا زلافه ديال الفورص، وعندي نص زلافه ديال الفينو، وعندي معلقه صغيره ديال السنيده، ومعلقه ديال الملحه، وغادي ندير واحد 2 معالق ديال الخميره ديال الخبز. هانتوما كما كتشوفوا 2 معالق صغار اللي هي معلقه كبيره تكون عامره ديال الخميره، لان هذا المخمر تيبغي يخمر. وهنا درت البنات شويه ديال زيت بلديه. تقدروا ديروا غير روميه، مهم انا هي اللي كانت محطوطه حدايا درت منها. وهذا الشيء اللي كاين. دابا ان شاء الله غندوز باش غادي نجمع هاد العجينه بالماء دافي. صافي، وغادي نجمع العجينه ديالي مزيان. بالنسبه للعجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش مرخوفه بزاف، مهم ما بين وبين. وكان نعركها البنات مزيان، يعني خصني نعطيها ضروري التعرك باش كيجي المخمر مفشفش وتيجي زوين. هانتوما كتشوفوا من بعد ما عركتها، شوفوا البنات كيفاش العجينه طلقات. صافي غادي نغطيها ونخليها تتخمر، وغادي نرجع معكم ان شاء الله من غتخمر. نتوما غتشوفوا كيفاش الطريقه اللي غنصاوبها بها. من بعد ما خمرت ليا العجينه، شوفوا تبارك الله وما شاء الله كيف طلعات. دابا غادي ندوز باش غنحيد من هذاك الهواء اللي فيها. صافي، وغادي نقسمها على 2. بالنسبه للبنات هاد المقادير اللي عطيتكم ديال الزلافه ديال الطحين ونص زلافه ديال الفينو تيخرجوا مخمره، اللي هي كتكون في الفران كبيره. اللي بغيتي ديري كتر يعني راه كتزيدي الطحين وتزيدي الفينو وتزيدي الدقيق. صافي، هنايا غادي نطلقها بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. غندير الزبده، انا هنا كنخدم غير بالزبده والسميده، ما كنخدمش بالزيت. بالنسبه للسميده راني ما دايره فيها البنات لا خماره لا والو، هي السميده بوحدها والزبده دايبه في الزلافه كما كتشوفوا. صافي، وغادي ندوز، راها ساهله دغيا كتوجد صراحه المخمر دغيا كيوجد. مهم انايا كنخليها شويه غير كترتاح باش كتعطيني الطوع في الخدمه ديالها، وفي البلاصه كنكملها. صافي، كنبدا نسرحها هكا شويه، وكندير الزبده ومن فوق منها السميده، وكنبدا نلوي. صافي هكا حتى غنكمل الملويه ديالي المخمره ديالي، وغادي نجمعها في التالي بهذه الطريقه هذه. دابا ان شاء الله غادي ندوز باش غادي نقرصها، وعاد كنديرها تخمر. هنا صافي كنرش عليها ديك السميده اللي بقات ليا، شويه السميده، وغادي نقرصها ونحطها في اللاطه اللي كنكون دهنتها بزويته. صافي، وغادي نغطيها مزيان نخليها تخمر ليا. هانتوما كتشوفوا تبارك الله من بعد ما خمرات ليا، المهم تقريبا خدات ليا واحد ساعه الا ربع ديال باش خمرات ليا. صافي، وغادي ندوز باش غادي نديرها طيب ان شاء الله في الفران. كنتمنى البنات تجربوه ان شاء الله، راه غادي يعجبكم بزاف. غير هو واحد الحاجه خاص ضروري ديروه في العافيه عليه من التحت باش حتى كيتنفخ عاد كيهبط يتحمر في الفران في الجهه التحتانيه. كنتمنى يعجبكم لا فيديو. بسلام عليكم في فيديو جديد ان شاء الله.